كل مكان عندنا في اسكندرية ليه حكاية وقصة مختلفة، وأنا قررت آخد معاكم جولات في كل مكان في اسكندرية وهنعرف ونشوف اللي بيحصل في كل شوارع اسكندرية. النهاردة جولتنا فين؟ بدأنا جولتنا من خلال الأتوبيس السياحي اللي تذكرته سعرها 23 جنيه من منطقة المنشية، وهنكمل ونوصل مع بعض لحد منطقة بحري أو الأنفوشي بالتحديد. وخلال جولتنا دي هنشوف المباني التراثية اللي موجودة ومنتشرة انتشار كبير جدا جدا على كورنيش اسكندرية زي ما حضراتكم شايفين معانا. كمان هنعدي من قدام قهوة فاروق. عايز أقول لحضراتكم إن الكورنيش موجود دلوقتي على إيدينا اليمين. كل الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده طبعا على ايدينا اليمين الكورنيش، على ايدينا الشمال موجود مباني اسكندرية التراثية. كمان خليني اقول لك مبسوط جدا جدا بشكل الاشجار او النخل اللي بيتم زرعه كده على طريق الكورنيش، حاجة في منتهى الجمال. كمان خليني اقول لحضراتكم طريق الكورنيش نظيف جدا جدا، وتعتبر من اكتر الاماكن اللي شفت الكورنيش فيها نضيف جدا. على ايدينا الشمال دلوقتي قهوة فاروق زي ما حضراتكم شايفين. وعايز اقول لكم كمان ان الجولة دي كانت بعد العصر، وتقريبا بدأت الاحظ ان اسكندرية او الكورنيش بدأ يكون فارغ في اوقات كتير جدا وبعض المناطق. هتقول لي يا عم ياسر ما انت واخد الجولة دي بدري، ولما نزلت لنا الجولة من كام يوم برضو كان الكورنيش فاضي او مفيش تكدس على الكورنيش. هقول لحضراتكم فعليا بدأت اشوف ان الكورنيش خلاص الاقبال على الكورنيش بدأ يقل شوية كده. احنا داخلين على مجمع مساجد المرسي ابو العباس، وده من اكبر واشهر المساجد اللي موجودة عندنا في اسكندرية. وحاليا في مشروع كبير جدا جدا الهدف منه تطوير المنطقة بالكامل، تطوير المساجد وتطوير الاماكن المحيطة بالمساجد وانشاء مجموعة كبيرة جدا جدا من المحلات. كمان خليني اقول لحضراتكم ان موجود عندنا هنا محل من اشهر محلات الجيلاتي في اسكندرية، والمحل ده يعتبر اشهر محل يمكن بالنسبة لكل المصريين، محل جيلاتي عزة. كمان موجود قريب مننا الشيخ وفيق. قدامنا على طول كده هنروح ونتجه للقلعة. كمان خليني اقول لحضراتكم على ايدينا الشمال مستشفى النقراشي. مستشفى النقراشي برضو من الاماكن المشهورة جدا جدا في اسكندرية. وعلى ايدك اليمين دلوقتي اهو الكورنيش. كمان خليني اقول لحضراتكم ان المكان اللي احنا داخلين عليه ده اكتر مكان في اسكندرية مشهور برحلات اليخوت. لو حضرتك بقى حابب تعمل رحلة من خلال اليخت، الرحلة دي بتبتدي من هنا من امام قلعة قايتباي بالتحديد، من المنطقة اللي احنا موجودين فيها في ظهر المسجد الكبير اللي احنا هننهي جولتنا عنده ان شاء الله. الكورنيش فارغ بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بنحاول على قد ما نقدر نلف معاكم كل شارع في اسكندرية. وخليني اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا جدا، كل مكان في اسكندرية حضراتكم عايزين تشوفوه ان شاء الله في خلال الايام القادمة هنستمر معاكم في جولاتنا، لان كتير جدا من حضراتكم بيقول لي يا ياسر مش عايزين التركيز يكون فقط لا غير على المشروعات، عايزين نلف مع بعض كل احياء وكل شوارع اسكندرية. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا وصلنا عند المسجد الكبير اللي موجود قبل قلعة قايتباي. المسجد ده موجود على ايدينا اليمين، قدامك على طول هتتجه لبوابة القلعة. كمان قدامنا كده نقطة شرطة الأنفوشي، والميدان اللي قدامك ده ميدان طبعا اللي موجود في المدخل بتاع القلعة، تم تطويره في الأيام الماضية. لو دخلنا بقى على ايدينا الشمال زي العربيات اللي بتلف من خلف الميدان وبتدخل شمال، هنقدر بقى نكمل ونوصل ونروح لحلقة الأسماك، حلقة أسماك الأنفوشي. ودي من أشهر الأماكن اللي معروفة جدا جدا بالنسبة لبيع السمك سواء جملة أو قطاعي. كمان خليني أقول لحضراتكم لو كملنا هنوصل لشاطئ بحري، شاطئ بحري العام وشاطئ بحري المميز. كمان هنقدر نوصل للشيخ وفيق، وده برضو من أشهر المحلات اللي بتبيع الآيس كريم والرز بلبن هنا في اسكندرية، مشهور جدا جدا جدا. فالمنطقة هنا كمان تقدر تدخل لمنطقة بحري جوه، فالمنطقة من المناطق الجميلة جدا جدا هنا في قلب اسكندرية، منطقة تعتبر من مناطق اسكندرية الشعبية. هنفضل مكملين معاكم جولاتنا في كل مكان ان شاء الله في اسكندرية. لو حضرتك عايز تعرف اي مكان في اسكندرية تواصل معانا من خلال التعليقات. كمان سايب رقم الواتساب موجود عندكم في اول تعليق. لو حضرتك حابب تتواصل معانا اتفضل تشرفني بالاشتراك وتواصل معايا واتساب من خلال اول تعليق بإذن الله.